السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. أسألك الدعاء يا شيخ بالله، هموم كتيرة وأنا في آخر سنة دراسية إن شاء الله تزول كده، إن شاء الله الغمة تزول بإذن الله. بس أذكرك وأذكر السامعين، بارك الله فيك، الله يتم عليك بكل خير، بأن هناك بدعة قبيحة منكرة تفعل عند التخرج وضلالة من الضلالات، أن الطلبة إذا تخرجوا من الجامعة، وقد اطلعت على بعض المقاطع في الفيديو لبعض طلبة الطب الذين افترض أنهم عقلاء فإذا بهم أقرب إلى الخلل العقلي، يأتون بقلل ويكسرونها في حفل التخرج. ورأيت سفيهة من السفيهات أطباق صيني افترض أنها نعم من الله نأكل فيها، تكسر كل طبق ويرمون كل هذا في مكان واحد، وهذا يدل على أنهم بهم جهل وغباء وحماقة وإفساد في الأرض. يعني كان أساتذة كلية الطب يفترض أنهم عقلاء، وعمداء كلية الطب وطلبة كلية الطب يأتون بسيارات مليئة بالقلل وبسيارات مليئة بالصيني الأطباق ويكسرونها. هذا من أفعال الجاهلية الأولى، من أفعال الجاهلية، سواء جاهلية الفراعنة أو جاهلية قبل ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يفعلون على عهد الرسول عليه السلام قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت المرأة إذا مات لها ميت تعتد سنة لا يمس الماء جسمها، وتجلس في حفش مظلم موحش، فإذا خرجت بعد السنة تأتي بطائر تفتض به، يعني تدلك به جسمها، وتأتي ببعرة، بعر الإبل أو بعر الغنم، وترميها كأنها تقول سنة وخفيت. فكأن هؤلاء الفتيات الجاهلات والطلبة الأغبياء والأساتذة الجهلة يقولون سنين وخفيت، كل هذا جهل. يجب عليكم يا طلبة الطب ويا طلبة خريج الجامعات أن تقول الحمد لله الذي من علينا بالتخرج، ونسألك يا رب أن تعيننا، نسألك يا رب أن توفقنا لأداء الأمانة التي حملناها وأن نسدد في عملنا. لكن تسلكوا مسلك أهل الجهل وأهل الغباء. فيا إخوة، لا تتبعوا سبل أهل الكفر، لا تتبعوا سبل أهل الكفر وأهل الغباء، ينادون على أنفسهم بالغباء والإفساد في الأرض. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. فهذه سفاهة، هذا سفه. والمشكلة عمداء كليات الطب واقفين يتفرجوا على القلل وهي تكسر، وفتاة رأت قلة لم تكسر من وسط القلل ذهبت تكسر. ما هذا الغباء والجهل؟ ما هذا الغباء؟ تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون رزق الله لكم بالتخرج من كلية الطب ضلال ترتكبونه وجاهلية ترتكبونها. اعقلوا يا أهل الإسلام، اعقلوا، لا تكونوا جهلة كبهيمة عمياء يقودها أعمى يسير بها على عوج الطريق الجائري. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يبارك فيك. وإياكم.